لك أن تتخيل إن كل دقيقتين في مصر بتقع حالة طلاق. رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر إن في زيادة هائلة في عدد حالات الطلاق في البلاد خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه 2020. بلغت نسبتها 14.7%. ويشير الإحصاء الجديد سجلت ارتفاع وصل 254,777 حالة مقابل عدد حالات الطلاق المسجلة في 2020 والتي بلغت 222,039 حالة في 2020. صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرج على الفيديو فيه. برضه وحشتوني جدا. لو انت ما تعرفنيش، معاك احمد عادل المحامي، وهدفي من القناة هو عرض المشاكل المنتشرة في المجتمع، العقوبات الخاصة بها، والنصايح ايضا لعدم الوقوع لا قدر الله فيها. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم ومنتشر جدا في الدول العربية بل في العالم كله، وهو موضوع الطلاق. لما بدأت تصوير في الفيديو كنت فاكر انه هيبقى من السهل الوصول الى اشخاص يمكنهم التحدث معايا عن مشكلة الطلاق والمشاكل اللي قابلته وعن سبب الطلاق، لكن فعلا الموضوع ما كانش سهل. وده ربما احنا عارفينها طبعا نظرة المجتمع الى هذه القضية على انها قضية شخصية في اغلب الاحيان. حضر بقى مشروبك وتعالى استمتع معانا. تعالوا نتكلم بقى عن تعريف الطلاق في الإسلام. يعني ايه معنى الطلاق في الإسلام؟ وهو انفصال أحد الزوجين عن الآخر. عرفوا علماء الفقه بأنه حل عقد النكاح بلفظ صريح، زي مثلا روحي وانت طالق. تعالوا نتكلم بقى عن الطلاق قبل ظهور الإسلام. الطلاق أيام الجاهلية بمعنى أصح. العرب زمان أيام الجاهلية كان بيطلق الراجل مراته زي ما هو عايز، بيروح في أي وقت عايز يطلقها بيروح مطلقها، وأول ما يحس إن العدة بتاعتها قربت خلاص تنتهي بيروح رايح مرجعها تاني، ويفضل على هذا الحال يطلق ويرجعها، يطلقها ويرجعها. ودي كانت أيام الجاهلية قبل ظهور الإسلام. طب بعد بقى نزول القرآن الكريم وظهور الإسلام بقى، حدد القرآن الكريم للطلاق مرتين، ده اسمه طلاق مؤقت. إذا يمكن للزوج إن هو يروح يرجع زوجته إذا لم تستكمل فترة العدة وهي 3 شهور المعروفين. وطبعا احنا عارفين علشان الطلاق يتم لازم يكون باتفاق الطرفين أو بإرادة واحد منهم، وده المعروف لدى العديد من ثقافات العالم، ولكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية. وأشهر قضية طلاق في التاريخ عندما طلب هنري الثامن الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534، لكن البابا رفض تقييس طلبه، مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الإنجليكية. هم بقى الدول اللي هي ما بتسمحش بالطلاق، وهم دولتين، أول دولة وهي الفلبين، وتاني دولة الفاتيكان. تعالوا بقى نتكلم عن دولة الفلبين. في الفلبين لا يعتبر طلاق الغير مسلمين ده أمر إلا إذا كان الزوج أو الزوجة مهاجرين الهجرة اللي هي غير شرعية، ولازم يكون مستوفي شروط معينة. أما بقى طبعا في مدينة الفاتيكان، هي دولة المعروف عنها إن هي دولة كنيسية ولا تسمح بالطلاق. طبعا اختلفت قوانين الطلاق بشكل كبير جدا في جميع أنحاء دول العالم، ولكن معظم البلاد بتطلب علشان تطلق لازم تدخل من المحكمة أو سلطة أخرى في الإجراءات القانونية، زي مثلا توزيع الممتلكات، الحضانة، النفقة بتاعت الصور. تعالوا بقى نتكلم عن أهم حاجة هي سبب مشكلة كثرة الطلاق في العالم كله. مش شرط طبعا الخيانة الزوجية تبقى خيانة طبعا اللي احنا عارفينها، لا، بس هي ممكن تكون خيانة عاطفية، ودي طبعا بتبقى أحد الأسباب الرئيسية في مشاكل الطلاق اللي بتحصل في الدول العربية كلها. تاني مشكلة طبعا
ومن مشاكل برضك الطلاق تعتبر مشكلة رئيسية فقدان الصبر والتحمل. يعني ايه فقدان الصبر والتحمل؟ كتير قوي من الازواج اللي في الدول العربية ما بيبقاش عندهم طاقة بمعنى اصح، وهي اللي هي قدرة على التحمل وازاي ان احنا نتخطى المشاكل. تزيد المشاكل اكتر وبيقعدوا تتراكم لغاية ما توصل طبعا للطلاق. تالت مشكلة برضك معانا من مشاكل الطلاق الرئيسية اختلاف مصدر الدخل. طبعا احنا عارفين ان الوضع الاقتصادي والمالي في البيت من احد الاسباب الرئيسية في الطلاق المنتشرة في الدول العربية او في دول العالم. طبعا احنا عارفين ان المشكلة بتزيد اكتر لو في اختلاف ما بين الطرفين، يعني طرف منهم من عيلة غنية او طرف منهم بيتميز عن الطرف التاني في شغله او في المناصب اللي هو وصل لها. وطبعا في مشاكل كتير قوي بتظهر بسبب الوضع المالي. طبعا بيكونوا بقى خلفوا وفي اطفال، فدون طبعا بيزيد المشكلة اكبر. بص يا سيدي، كل ما بتقدم سنين الجواز كل ما طبعا الطرفين ما بيهتموش بمظهرهم الخارجي، فبيبتدي ما بينهم الاتنين في فقدان في الجاذبية، وبالتالي هيحصل حاجتين، يا اما خيانة يا اما الطلاق، وده بسبب عدم الاهتمام بالمظهر. وطبعا في سبب من اسباب برضك الطلاق الغيرة والحسد. طبعا كتير قوي سواء من الرجال او من النساء اللي في الدول العربية بيعتبروا ان الغيرة دي الزيادة قوي معناها انعدام الثقة ما بين الاتنين. طبعا احنا عارفين ان الحياة الزوجية لازم يكون فيها ثقة ويكون في شعور متبادل ما بين الاتنين، ولو اختفت الثقة دي بينتهي المطاف هنا ايه؟ للطلاق. ايه بقى الفكرة اللي ما بين معدلات الطلاق بتزيد فيها في المدن وبتقل في الريف؟ طب ايه هي الفكرة او وجه الاختلاف ما بين الاتنين من معدلات الطلاق في المدن؟ وده يرجع بالسبب. هقول لك انا، الريف بيوجد فيه خوف شديد جدا من الطلاق ومن نظرة المجتمع الريفي للمطلقة. ده بعد ساعات بيبقى في مشكلة ما بين الزوج والزوجة وبتبقى واصلة خلاص للانفصال، وما بتقدرش الزوجة ان هي تطلب من جوزها ان هو يطلقها، وده بيبقى خوف من نظرة المجتمع الريفي ليها، وبتبقى خايفة برضك ان هي فرصتها في الزواج مرة اخرى بتبقى قليلة جدا عن طبعا المدن. كمان مش هو ده السبب الرئيسي، لا، ده كمان هي بتبقى خايفة ان طلاقها يأثر على اولادها بشكل عام في المستقبل. طبعا احنا عارفين الامثله الشعبيه كتير قوي في الموضوع ده. تعالوا بقى نستعرض بعض المشكلات اللي كان السبب الناتج عنها الطلاق. واول مشكله طبعا وهي ان ذكرت احدى المطلقات وهي ام ال3 اطفال ان الطلاق دون حدث بشكل مباشر بسبب قله الدخل، بسبب قلة دخل جوزها اللي هو كان شغال في شركة خاصة، مبقاش قادر طبعا يوفر الاحتياجات اللي هي الخاصة بالمنزل أو بالأسرة بشكل عام. وطبعا هي ذكرت إحدى المطلقات دي إن جوزها ما كانش لاقي أي مصدر دخل ينفق فيه أو يقدر يصرف بيه على الأولاد أو على الأسرة بشكل عام، بقى على تعليمهم وعلى دروسهم. ما كانش طبعا قادر لا يدفع مصاريف الإيجار بتاع الشقة ولا الكهرباء ولا المية ولا الغاز، وده طبعا سبب خلافات يومي متكرر طبعا مما أدى إلى الطلاق. من المشكلات برضك اللي كانت سبب للطلاق ذكرت إحدى المطلقات أيضا في مشكلة تانية إن جوزها كان بيتعدى بالضرب عليها لأتفه الأسباب حتى بعد مرور سنوات، وبعد طبعا لما ربنا كرمهم ورزقوا بأطفال كان الضرب عنده عادة مستمرة جدا. ذكرت ان من كتر الضرب طبعا سبب لها عاهات مستديمة في جسمها، في
في إحدى أنحاء جسمها طبعا، وطبعا ده كان سبب من أسباب الطلاق الرئيسية. فطبعا في مشاكل عديدة جدا للطلاق لا تعد ولا تحصى. حل بقى مشكلة زيادة حالات الطلاق من وجهة نظري، وهو طبعا أنا كنت اتكلمت عليها في إحدى الجرايد. أول سبب رئيسي وهو زيادة فترة الخطوبة، مش قصر مدة الخطوبة، لا احنا نزود فترة الخطوبة بحيث ان الاتنين يعرفوا بعض ويتأقلموا على بعض، والاهل يعرف سواء اهل الزوج او الزوجة يعرفوا بعض طبعا، فيبقى في توافق ما بين الاتنين. وده العامل الرئيسي طبعا في ان سواء بقى بعد الزواج بقى ان العلاقة تتم بينهم خلاص بشكل مستمر. تاني مشكلة عدم تدخل الأهل في مشاكل ما بين الزوجين أو المخطوبين. إن طبعا لو اتدخلوا الأهل بشكل مباشر بين المشاكل ما بينهم، ممكن الأهل يكون الغرض منهم إن هم بيتدخلوا للإصلاح، فطبعا الدنيا تبوظ ويؤدي لآخر المطاف إلى الطلاق. ثالث سبب من الأسباب اللي هي من وجهة نظري أنا أدت لمشكلة في زيادة حالات الطلاق، وهي انتشار الخرس الزوجي. هتيجي تقول لي يعني ايه خرس الزوجي؟ كتير قوي مننا في البيوت في بداية الجواز تبص تلاقي الزوج او الزوجة كل واحد قاعد فيهم في حتة في الشقة او في مكان معين مثلا هو بيبقى مرتاح فيه، وتلاقي كل واحد فيهم ماسك التليفون وملهي عن التاني، فبالتالي ادى ذلك الى انتشار الخرس الزوجي. ما بقاش عندهم نقطة التواصل، الكلام، بالتالي هيؤدي إلى ضعف الحوار الأسري. مش هيبقى فيه حوار أسري ما بين الاتنين مش فاهمين بعض، فمع أول مشكلة هيتطلقوا. ودي كانت حل مشكلة زيادة حالات الطلاق من وجهة نظري. انتظر منكم كومنتات بالحلول، وهعرضها في فيديو خاص نتكلم فيه بقى عن الحلول اللي انتم هتعرضوها عليا. استنى رايح فين؟ لحقت تزهق كده بسرعة؟ آسف إني طولت عليكم، بس خليكم عارفين إن الفيديو اللي جاي هيكون فيديو مهم جدا، هتكلم فيه بالتفصيل عن الطلاق في القانون، وإزاي ترفع الدعوة، وأسباب قبول الدعوة وأسباب رفضها. تعال أقولك على حاجة بقى، أيوة تعال أقولك على حاجة، أي استفسار إحنا إخوات، ابعتلي على الخاص وهرد عليك في اي، وان شاء الله هكون سبب في حل المشكلة اللي عندك. ولو عجبكم الفيديو ياريت اشتراك ولايك.